السلام عليكم الاخوان. اليوم جبت لكم واحد القصه غريبه عجيبه، قصه جزار اللي هو جزار غادي يستغل الخدمه ديالو وغادي يدير واحد الجريمه في الحق الزوجه ديالو اللي كانت اكبر صدمه للبوليس والمجتمع. رجل كايتها الرجال ما قراش في الصغر ديالو وما تعلم حتى شي وظيفه، غادي يدخل لهذا المجال هذا ديال هادشي ديال القرنه وديال هادشي ديال الحواله والبقار الى اخره، وغادي يرزق الله بواحد البركه ديال الفلوس، وغادي يقرر على انه يفتح المحل ديالو. غادي يولي يجيب الخرفان حتى هو ويذبحهم ويسلخهم ويعلقهم عنده في المحل ديالو، وكان خدام مزيان لمده ديال 7 سنوات. من موراها غادي يقرر على انه يتزوج، وغادي يتزوج السعديه اللي كانت واحد البنت ما شاء الله قمه في الجمال، واللي كيشوفها كيصلي على النبي. والديها كانوا واحد الناس ما اغنياء ما فقراء، كانوا من واحد طبقه متوسطه وميسورين الحال. غادي يخطبها هاد خونا وغادي يقبلوا به وغادي يتزوج بها. من موراها غادي تطلق عليه واحد الاشاعات في هذاك الحي اللي كان خدام فيه، وكيقولوا على انه ما كيبيعش اللحم الحواله ولا البقر، ولكن كيبيع لحم الحيوانات بحال البقر والمشاش الى اخره. هنايا الكليان ديالو ولاو كيخافوا يمشيو يتقداو من عنده، ولاو دائما كيفيتيو يشريو من عنده، او لا يدوزو حتى من حداه، او لا يهضروا معاه. حتى لواحد النهار غادي يجي واحد السيد اللي ما كيعرفش بزاف داك الحومه وكان غريب عليهم، وغادي يكون باغي يشري اللحم، وغادي يقصد المحل ديال هاد خونا هذا، وغادي يمشي لعنده غادي يقول له راني محتاج شي فخده ديال الحولي، واش نلقاها عندك؟ قال له موجوده، ما طلبتيها غير الموجود لقيتيني يلاه كي ذبحت واحد الحولي في القرنه وعندي واحد الفخده لقيتيني يلاه كنوجد فيها، ها هي شوفها الا بغيتيها نعبرها لك وتوكل على الله. قال له ماشي مشكل، ولكن انا راني خايف لانني سمعت شي اشاعات في هاد الحومه هادي كيقولوا على انك ما كتبيعش اللحم الحواله والبقر، ولكن كتبيع اللحم ديال الحيوانات. داك الجزار دخل معاه شويه ديال الغاشي وبدا كيتخلع. قال له اش كتقول؟ هاد اللحم اللي كتشوف في هاد المحل هذا يلاه جبتو هاد الصباح هذا من القرنه، والا ما تيقتينيش ها الفخده قدامك شوفها. داك السيد هز داك الفخده هذيك وبقى كيحقق فيها، شافها شويه غريبه. قال له هادي راه ماشي فخد ديال الحولي، وانما راه شي فخد ديال شي حمار حاشاكم او لا شي حاجه. المهم ناض بيناتهم واحد النقاش، وداك الجزار سخن عليه راسو وبغى يضرب داك السيد. هنا الجزار غيهز واحد الموس وما غادي يعتقوه داك السيد، غير رجليه غادي يهرب، ولكن ما غاديش يمشي بحالته، غيمشي عند البوليس يديكلاري به. قال البوليس انا مشيت نتقدم عند واحد الجزار واحد الفخد على اساس انه فخد ديال الحولي، ولكن هذاك الجزار ما كيبيعش اللحم ديال الحواله والبقر، وانما راه كيبيع اللحم ديال الحيوانات، وراني شاك فيه، وراه وقع بيني وبينه واحد الصداع وهز عليا الموس ديال الخدمه ديالو، كان باغي يضربني وراهم هربوني غير رجليا لعندكم، بغيتكم تاخذوا ليا الحق ديالي. البوليس هنايا تصدموا لانهم عندهم جوج ديال القضايا هنايا، باغيين ياخذوا الحق لذاك السيد، وثانيا السيد كيقول على ان داك الجزار ما كيبيعش اللحم ديال الحواله ولا البقر، وانما كيبيع شي لحم اللي غريب شويه. غادي يهزوا داك السيد ديك الساعات وغادي ينوضوا، غادي يقصدوا داك المحل ديال الجزار، وغادي يلقاوه باقي خدام على راسو بحال ما كاينه حتى شي حاجه. غادي يبداو يحقوا معاه، يلقاو فعلا على انه تناقشوا وياه، وداك الجزار كينكر على انه هز عليه الموس، وعلى ان اللحم اللي كيقول هو ماشي اللحم ديال الحواله، هذا اللحم هذا راه ناتشورال وديال الحواله ولا البقر. وقال لهم الا بغيتوا تحققوا منه ها هو شوفوه. ولكن ملي كان كيهضر مع البوليس كان شويه كيدخل ويخرج في الهضره، وكان باين عليه شويه ديال الخوف. هنا البوليس غادي يقولوا له شوف، غادي تشد المحل ديالك وغتهز معنا هذا اللحم اللي عندك في المحل كامل، وغتجي معنا للمقر ديال الشرطه، بغينا نهضروا معك. البوليس ملي كانوا كيهزوا داك اللحم في داك المحل كانوا كيشوفوا ان اللحم ماشي طبيعي، وانما كاينه شي حاجه تما، وهذا الجزار مخبي عليهم شي حاجه. وقبل ما غادي يوصلوا لمقر الشرطه غادي يتصلوا بلابوغاتوار ويقولوا لهم وجدوا لينا شي بلاصه، راه حنا جايبين لكم واحد اللحم بغيناكم ضروري تعرفوه اشنا هو وديال من هذا اللحم هذا بالضبط. المهم وجدوا لي بروسيدور ديالهم كاملين وغادي يديوه وبداو يحقوا معاه. هزوا داك اللحم وصيفطوه للابوغاتوار. الطبيب ديال اللابوغاتوار ديك الساعات غيجاوب البوليس بلا ما يفحصوا بلا حتى شي حاجه، قال لهم هذا اللحم هذا راه ماشي لحم الحيوانات، انما هذا اللحم لحم البشر. البوليس قالوا اشنو كيفاش اش كتقول، واش هادشي اللي كتقولوا بصح؟ قال لهم هادشي اللي كنقول اكيد ومؤكد، هذا اللحم هذا اللي جبتوا ليا راه ماشي لحم الحيوانات وانما لحم البشر. هنا غادي يشدوه غيزيروه حتى غادي يخنقوه، يقولوا له يا اما غادي تقول لنا هذا اللحم هذا ديالاش، او لا رحنا غادي نقطعوك هنايا بالضرب. داك الجزار كان راسو قاصح الاخوان، ما بغاش يعترف. غادي يهزوه وغادي يمشيو للدار ديالو، غيبداو يقلبوا فيها
قالوا له فين هي الزوجه ديالك السعديه؟ قال لهم ما عرفت. هنايا غادي يشكوا على ان داك اللحم هذاك اللحم ديال السعديه مسكينه. وفعلا الاخوان غادي يحلوا الثلاجه وغادي يلقاو واحد الريحه فيها كريهه، اعزكم الله، وغادي يلقاو اللحم ديال السعديه مقطع ومستفو تماك في وسط داك الثلاجه. القضيه الاخوان اللي وقعات باش هو وصل لهاد الجريمه هذه وقطعها وحاول على انه يستغل الفرصه ديال العمل ديالو ويبيعها بلا ما يعيق به حتى شي واحد، هو ان العلاقه ديالو مع السعديه في الايام الاخيره كانت شويه ماشي تلهيه، وكانت باغيه تطلق منه وكانت كتطلب منه المصاريف كثيره، ورفعات عليه دعوه وهي باقا مزوجه به وربحاته، وحكمت عليه المحكمه على انه يعطيها واحد المبالغ كل شهر. وهو كان واحد الانسان اللي مكشاش ما كيبغيش يخرج الدرهم، وبقى كيحاول معاها كل مره على انه يتهلا فيها ولكن ما كيعطيهاش داك المقدار اللي حكمت عليه المحكمه، وهي ما بغاتش تسكت وكانت كطالبو ديما على انه يعطيها داكشي اللي حكمت ليها المحكمه وما يبدل فيه حتى شي حاجه. هنايا هو عيا كيشوف وما لقى الحل الوحيد اللي قدامه هو يتهنى منها، وفكر يطلقها ولكن قال على طلقتها غادي تولي تطالبني بالنفقه وزيد وزيد وزيد، اللهم نتهنى منها في مره ونبيعها في المحل ديالي. وغادي يخليها واحد الليله حتى غادي تنعس وغادي يجي لعندها وغادي يطعنها وغيقتلها ويعلقها في الصالون وغادي يسلخ لها الجلد ديالها وغادي يقبضها ويديها للمحل ديالو وغادي يفصلها وغيحاول على انه يبيعها. وهنا الحمد لله الروح عزيزه عند الله وجا داك السيد وعاقبيه ووقع بيناتهم واحد النقاش ووصلت للبوليس وعرفوا القضيه ديال هاد السعديه مسكينه هذه الروح ديالها عزيزه عند الله. ومن بعد حالوه للمحكمه الاخوان ودوز 5 سنوات ديال السجن، عاد تحكم عليه بالاعدام الدرجه الاولى. وكنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكنشكركم بزاف الا وصلتوا لاخر الفيديو. الا ما درتيناش واحد اللايك في الاول ديروا لنا دابا ودير لنا داك ابوني، وما بقى لي نقول لكم في امان الله ومع السلامه.